السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كائنات في الطبيعة شكلها عادي جدا، لكن صدقني لو قربت منها ممكن تكون آخر مرة تعمل كده. النهاردة هنتكلم عن أخطر 10 مخلوقات على وجه الأرض. ويا ريت قلبك يكون جامد لأن المركز الأول مش هتتخيله. في البداية يا ريت تشرفنا باشتراكك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد. القرش الأبيض الكبير ملك البحار اللي بيزرع الرعب في قلوب السباحين. هجوم واحد منه ممكن يقطع الإنسان نصين، وسرعته تحت المية رهيبة. بيشوف الفريسة قبل ما هي تحس بيه. سمكة الحجر بتختفي بين الصخور كأنها حجر، لكن لو دست عليها بالغلط شوكها السام ممكن يوقف قلبك في دقايق. دي أخطر سمكة في العالم. فرس النهر شكله كيوت خالص، ما تخليش المزار تغشك. فرس النهر بيقتل في أفريقيا أكتر من الأسود، وبيجري بسرعة خرافية رغم ضخامته. الفيل الأفريقي لو غضب مفيش حد يقدر يوقفه، وزنه فوق 6 طن، وضربة واحدة كفيلة تدمر عربية بالكامل. النمر مش بس إنه قوي، ده كمان ذكي جدا. النمر ممكن يهاجمك من ورا الشجر من غير صوت، وده السبب إنه أخطر من الأسد في الصيد. العنكبوت الناسك البني حجمه صغير لكن عضته بتسيح اللحم. السم بتاعه ممكن يسبب غرغرينة، والجرح بياخد شهور عشان يخف. التمساح النيلي أكتر كائن مرعب في أنهار أفريقيا. بيهاجم بسرعة البرق، وبيسحب الفريسة لتحت المية لحد ما تتخنق. قنديل البحر الصندوقي جماله خادع جدا، خيوطه السامة تقدر توقف قلبك في أقل من دقيقة. بيعيش في سواحل استراليا ومفيش مفر منه لو مسكك. أفعى تيبان الداخلية لدغة واحدة منها ممكن تقتل 100 شخص. سمها بيمشي في الدم بسرعة رهيبة، وبيوقف التنفس خلال نص ساعة. البعوضة، أيوة سمعت صح، الكائن الصغير ده بيقتل أكتر من 700 ألف إنسان في السنة، مش بالهجوم لكن بنقل أمراض قاتلة زي الملاريا. يعني أخطر كائن على وجه الأرض، رغم إن إحنا أكتر كائن بنستهين بيه. الخطر مش دايما في الحجم، أوقات نقطة سم صغيرة أقوى من 1000 مخلب. قولنا في التعليقات إيه كائنات تانية خطيرة أنت تعرفها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد. السلام عليكم.